السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة مطبخ رقية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحة والعافية. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير الشباكية. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم، ولا كان عجبكم ما تنسونيش من لايك واشتركوا في القناة هذا الا كان عجبكم المحتوى. دابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للدقيق غادي نحتاجو كيلو ونص ديال الدقيق. الا بغيتو تضاعفوا المقادير ضاعفوهم. وعندي هنا زلافه ديال الزنجلان اللي سبق لي وحمرته، يعني غير واحد شويه ما يتحمرش بزاف وطحنته. وعندي زلافه ديال اللوز، بامكانكم تستغنيو على اللوز الا بغيتو. صافي غادي نضيفوا 2 معالق ديال حبه حلاوه، 2 معالق ديال النافع، و2 معالق ديال القرفه. من بعد غادي نضيف واحد الساشي ديال الخميره اللي الوزن ديالها 8 غرام، واحد القبيصه ديال الملحه كما كتشوفوا، وواحد شويه ديال المسكه يعني حره طحنتها مزيان مع شويه ديال سنيده، وضفت شويه ديال الخرقوم، هذاك ندير خرقوم بلدي. صافي كنخلطوا كامل هاد النواشف على هاد الشكل. الا بغيتو يعني يمكن لكم يعني دوزوا هاد المقادير في الغربال باش يتخلطوا لكم مزيان يعني مع بعضهم. صافي على هاد الشكل انا خلطتهم غير بيديا. ومن بعد غادي نحاولوا نديروا السوائل. عفوا ما تديوش عليا، راه يعني شحال هادي ما صورتش شي فيديو وما مونطيتوش. من بعد غادي نضيف واحد البيضه، وضفت هنا ربع كأس ديال ما الزهر، وربع كأس ديال الخل عفوا. وهنا ضفت كاس ديال الزيت البلديه، الكاس كنعبرو كاس العنبه. وهنا يعني بالنسبه لي انا درت هاد مارغرين بطبيعه الحال من بعد ما ذوبتها في واحد الكاسرول. وغادي نحاول يعني نجمعو غير بالخاطر، عندي هاد القطريه يعني صغيره، كنحاول غير بشويه يعني باش ما يطخوش ليا الخليط من الجناب. صافي غادي نحاول معاها يعني حتى كتجمع ليا. وفي هذا الجانب درت يعني 2 كيسان، يعني بالنسبه لهذا الخليط غنحتاج 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، وواحد الكاس ذوبت فيه يعني الزعفران، يعني درتو من تقريبا شي ساعتين قبل في الماء يعني حتى طلق ليا مزيان. صافي خويت الكاس الاول على هذا الشكل ديال الماء عادي ديال الروبيني، يعني ما دافي ما والو. صافي هذاك الكاس الاخر كنبقى نخويه بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا العجين. بالنسبه للعجين ديال الشباكيه راه كاملين يعني كنعرفوا العجين ما خصوش يكون يعني جاري باش يعني ما يصعبش لينا في الخدمه، يعني يكون على هذا الشكل كما كتشوفوا، يعني كتكون شاده في راسها وفي نفس الوقت يعني ما كتجيش عاوتاني قاصحه كما شفتوا. صافي كنحاول هكا يعني نشكلها كرات، ودائما بالاستعانه بهذا البلاستيك يعني باش ما تقصحش لكم العجين وتشكل ديك القشره من الفوق عفوا. صافي كنحاول هكا يعني ندير كرات عشوائيين على هذا الشكل. نتوما حاولوا تقدوهم، انا كنشارك معكم يعني طريقتي وكيفاش كنخدم يعني الشباكيه بالنسبه للطلبيات صافي كنستمر هكا حتى كنكمل كامل العجينه اللي عندي. ومن بعد غادي ندوزو باش نورقوا العجينه ديالنا. دائما بالنسبه للشباكيه يعني ما كنحتاجوش نورقوها بزاف، كنبسط العجينه ديالي هكا. صافي كندوزها في الماكينه، ومن بعد كنحاول ندير ليها هذا الشكل. صافي وكندوزوها عاوتاني في الماكينه 2 مرات. صافي وكنحطها في واحد البلاستيك على هذا الشكل، كندوزها في الماكينه وكنعاود ليها. واي يعني اي عجينه صايبتها كنديرها في البلاستيكه وكنبقى مستمره حتى كنكمل كامل دوك الكرات اللي عندي. عاد كندوزو باش نشبكو ان شاء الله. صافي من بعد ما ساليت كامل الكرات اللي عندي، جبت يعني هذيك العجينه اللي كنت درت في الاول ودوزتها في الماكينه. بالنسبه للرقم انا عندي يعني درت رقم 4، وكل وحده والماكينه ديالها يعني غتعرفوا يعني العجينه ما خصهاش تكون غليظه بزاف. وبالنسبه للتشباك انا كندير 6 يعني هكا، كنضرب يعني 6 ضربات هكا. صافي من بعد بالنسبه للتشباك اللي ما كيعرفش يشبك، كنتمنى يعني هذا الفيديو ينفعكم وتستافدوا. كما قلت لكم انا كندير يعني 6 ديال السطور على هذا الشكل كما شفتوا، يعني عندي 2 على 2 على 2. كنهز دوك الجوج يعني كنلصقهم مع 2 اخرين،
وهكا يعني كنجيب هاد الاطراف وكنلاقيهم صافي على هاد الشكل. يعني هذا هو التشباك يعني اللي كنديرو يعني وكبرنا على هاد التشباك. وانا هذا عندي احسن يعني احسن طريقه لتحضير الشباكيه واحسن طريقه للتشباك. كيما شفتوا كنجيب هاد الجوج كنحطهم يعني كنلصقهم مع جوج الاخرين وهاد الجوج تاني صافي. يعني كنفرقهم على هاد الشكل وكنلاقي دوك الاطراف. يعني كتكون ساهله. انا راه ما كنعرفش بزاف نشرح، ولكن الا زعما درتو يعني تقلتوا الفيديو واحد شويه راه غادي تشوفوا غير الفيديو غادي تفهموا الطريقه. كنتمنى يعني تكونوا يعني فهمتوا الطريقه ديال التشباك. صافي كنبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنكمل كامل يعني العجينه اللي عندي اللي سبق ليا ورقت. عاد كندوزو للطياب ملي كنساليو كامل من العجينه ديالنا عاد كندوزو للطياب. عندي هنا في واحد القاميله هكا درت الزيت حتى سخنات مزيان. كنجهدو على العافيه حتى كتسخن الزيت، من بعد كنقصو عليها على نار اللي كتكون مهيله. ما كنزيدوش العافيه بزاف باش ما يطيبش لينا الشباكيه على برا وفي الداخل يعني كتلقاوها معجنه. صافي كندير الشباكيه ديالي على هذا الشكل صافي. كنبقى نقلبها حتى كنحس باللون ديالها يعني بدات شويه يعني يعني بدات كتحمر واحد شويه. ما نخليوهاش عاوتاني حتى كتحمر مزيان. هي راه باقي الشباكيه كتشد اللون واخا يعني كنحيدوها، ولكن ماشي زعما الا قلت هكا زعما تخليوها ما طيبش. المهم كنتمنى الفيديو يكون كيشرح راسو وصافي. كنبقى نقلبها يعني بهاد الاداه ديالي العجيبه. المهم انا كنشارك معكم يعني كيف ما كنحضر الشباكيه يعني طبيعي يعني بلا زواق بلا حتى شي حاجه. من بعد من بعد على هذا الشكل كيما شفتوا يعني شفتوا اللون ديال الشباكيه ديالنا كي دايره. صافي كنديروها مباشره في العسل راه ما كنسخنوا ما والو. بوحدو زعما غادي يطلق ليا مع ديك الحراره ديال الشباكيه. صافي هكا كنديروا الشباكيه ديالنا وكنغطسوها. غير وكان في الاول كتحاولوا يعني غير دوزوا العسل من الفوق مع باقي العسل كيكون ثقيل. يعني لا صدق يعني تهرسوا يعني الشباكيه ديالكم. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه. وانا ما حدي يعني كنطيب في الشباكيه ديالي. ملي كتقرب ليا الطيب صافي كنزول هذه اللي درت في العسل. كما قلت لكم حاولوا غير بشويه في الاول. ودائما العسل راه يعني طريقه تحضير العسل اللي ما عرفش يشوف يدخل القناه راه غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وتشوفوا طريقه تحضير العسل يعني دائما ما كيخصوش يكون يعني خفيف باش ما كيكون ثقيل باش ما كيكون زوين. صافي كنخلي الشباكيه ديالي كما قلت لكم في العسل حتى كتقرب ليا هذيك اللي درت في المقله طيب. عاد كنزول هذه. صافي من بعد غادي نحيدو الشباكيه ديالنا غنديروها هكا في شي صفاي. بحالي انا كندير زعما كنديرها غير في الكسكاس هكا يعني حتى كتصفى ليا مزيان. عاد كنحطها في السطل وكندردر عليها الزنجلان. الطريقه ديالنا يعني التقليديه اللي كنحضروا بها الشباكيه. وبيني وبينكم يعني هاد الطريقه يعني لا يعلى عليها. كيما شفتوا الشباكيه ديالنا اللون ديالها والطريقه يعني سهله اعتمدوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للزبده راه يمكن لكم تعوضوها بالزبده يعني الحيوانيه حتى هي كتجي زوينه بزاف ويعني كتكون حسن كاع من هذا مارغرين. كيما شفتوا الشباكيه ديالنا كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وما تنساونيش من لي لايك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله.